اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم حبايبي. مساء الورد عليكم وعلى عيونكم. لو انت بقى ولادك بيرجعوا السندوتشات ومش بياكلوها، تعالي بقى اقولك على ايه، على الجمال ده تعمليه ازاي. هتخليهم ياكلوا يعني الاكل بتاعهم اللي بتحط لهم في اللانش بوكس وما يرجعوش ابدا. تعالي بقى هاتي 3 كوبايات دقيق. عاوزه تضعفي الكميه ضعفيها. 3 كوبايات دقيق، معلقه خميره، وربع كوباية زيت زيتون او اي زيت او اي زيت. تمام. هندخل الدقيق وهنحط الاول الخميرة كده عشان تتفاعل، معلقة سكر على معلقة خميرة بودر، ومعلقتين زيت، ومعلقة زعتر، وربع كوباية مية دافية فترة عشان الجو برد عشان الخميرة. تمام. واركنوهم على جنب. هاتي بقى كده 3 كوبايات دقيق، حط عليهم برضو معلقة زعتر ناشف عادي، ومعلقة نص معلقة بودر. تمام كده. بس كده. بعد كده بقى احط عليهم الخميرة اللي احنا سبناها مع المية والزيت دي والسكر. بس المفروض بقى كنت انا قلبت ايه، الحمرة في الخضرة في الحمرة. تمام كده. ايوه كده، عشان تبقى البولة واسعة كده وحلو. انخلي الدقيق. حطي بقى بقية الزيت، هي ربع كوباية زيت. حطيها بقى كلها وعجني بميه. خد ايه الثلاث كوبايات دول، خد كوبايه الا ربع ميه دافيه فتره كده علشان خاطر الايه الجو برد. عجني بقى العجين العادي اللي احنا بنعجنه، وبعد كده بقى فريدها وتنيها كده، فريدها وتنيها كده مرتين تلاته. مش مستاهله ان انا احطها على الرخامه ولا حاجه، بايدي كده وفردتها وتنتها كده كم مره، بس عشان ايه تنعم في ايدك وتبقى لها عرق كده. بس كده تمام. هتسيبيها بقى تختمر عادي. غطيها بقى كده، وهغطيها هسيبها تختمر شويه، وبعد كده نوريها لكم ونشكلها مع بعض. بس حاجات بقى ايه بقى تخلي الاولاد والاطفال ياكلوها وما ياخدوش سندوتشات، وهيتشبعوا وهتغذيهم برضو كمان. تمام كده. بعد ما اختمرت وعلت خالص اهي، كمان عشان انا ما كنتش فاضيه هبطتها مره كمان. فهيبقى كده بنفس الشكل ده. بقى كده هنبقى نبدا بقى ايه نشكل فيها. تمام. هجيب بقى صينيه كبيره عشان احنا هنشكلها في نفس ذات الصينيه. تمام. صينيه الفرن دي هتبططيها بقى خالص، تفرديها خالص خالص بسمك إيه سنتي او 2 سنتي، يعني تبع ما انت عاوزاها، تخينة او رقية او رفيعة. انا عملتها كده. وهاتي بقى اي حاجة بقى بعد ما فردتها كده، هاتي بقى اي حاجة ايه يعني تشكليها بيها، كوباية، بولة، اي حاجة عندك. انا بقى اخترت دي المربعة دي او مدورة عادي، تغيير يعني. اشكل بيها كده نفس الشكل باسهل شكل كده. تضغطي عليها خالص لحد ما تفصل من العجينة، وبعد كده بقى ايه الصغيرة دي هنعملها بكوباية. تمام كده اهي. وبعد كده تشيلي الزوايد دي وترجعي يعني ايه تعجنيها تاني وتحطيها وتعمليها تشكليها تاني برضو. 3 كوبايات عملوا حبة صغيرة، حبة حلوين قوي. تمام. العجينة دي برضو مش هنرميها طبعا، هنشكلها تاني. لا لا، دي نشيلها بقى كلها تاني. تمام كده. نيجي بقى نعمل خطوة، هي تنغزيها كده بخلة كده او بحاجة او ببوز سكينة. عشان ايه بقى؟ عشان ما تقبش. هي مش يعني هي يعني فطاير حلوة كده، ماهيش بيتزا، بس هي شبيهة بالبيتزا يعني. دي بقى صلصة البيتزا اللي احنا بنعملها العادية خالص. انا عملتها قبل كده معاكم في القناة من زمان قوي. بس هي ايه بقى، عصير طماطم، معلقتين فصين توم، معلقتين زيت تحطهم على النار، وبعدين حطيت عليهم زعتر وملح فلفل اسمر ونطرة كمون كده، و ريحان لو عندك. تمام. بس كده. وتسيبها بقى لما تبقى بالشكل ده، والطعم والريحه بقى ما اقولكيش بقى. صلصه البيتزا دي خطيره فعلا، بتخلي الطعم حلو قوي. وبعد كده تدهني بالفرشه كده، تحاولي تدهني بقى الفطاير كلها، عشان الصلصه دي تخلي لها الطعم الجميل بقى، تبقى طعمها مميز كده وحلو. الزعتر طبعا والريحان مخلينا حلوه قوي. تمام كده. وبعد كده بقى هنجيب الجبنه دي. الجبنه دي مش موتزاريلا ولا جبنه رومي، دي جبنه قصايص.
قصايص دي بتتباع، هي مش يعني هي ايه، مش غالية طبعا زي الموتزاريلا وزي زي الرومي، بس حلوة. هي ما بتمطش، بس بتدي طعم جميلة جدا. تمام كده، تحطي بقى معلقة 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 كده على الفطير كده. طبعا دي بقى بتبقى مكتملة وجميلة يعني حلوة. دي بقى خطوة اختيارية، لو عاوزة تحطي حبة البركة حطي، مش عاوزة بلاش. هي حلوة برضو، هي حلوة مفيدة، لها فوائد صحية ومذكورة في القرآن طبعا. تمام كده، نبدأ بقى ندخلهم الفرن على درجة حرارة 190. شايفين استوت ازاي وبقت حلوة أوي، يعني ناشفة وطرية في نفس الوقت. مع الشاي بقى روقان بقى، مع الشاي بقى جميلة أوي، ما اقولكيش بقى. شايفين بقى هشة خالص. عاوزة تعمليها تخينة عن كده اعمليها، عاوزة تعمليها رقيقة اعمليها، بس هي رقيقة أحلى. ما تزهقش كده، وتبقى تاكلي منها كتير وحلو. وطبعا للعشاء، للفطار، لسناكس كده في نص النهار، بالليل واحنا في الشتاء كده، في الجوع السريع اللي احنا بنجوع ده الايام دي. حلوة قوي، مش عايزه طبعا تتقل ولا تتعشي، يبقى هي دي بقى مع الشاي بقى، يا سلام جميله جدا. ومع الاطفال، وللاطفال بقى اولادك وهم رايحين المدرسه، بدل السندوتشات هياكلوها ويتبسطوا بيها قوي ويفرحوا بيها، ومش هيقولك هات سندوتشات تاني، لان هي حلوه وهتشبعهم. ممكن تحتفظي بقى في علبه التلاجة كده وتجوري منها وتعملي الكميه اللي انت عاوزاها. ألف هنا وشفا لكل اللي جربها ويعملها، واللي يشوف لنا الفيديو يشيره ويحط لنا لايك واشتراك يا جماعة، من فضلكم.